تمام. احنا بقى في الصيام ان شاء الله باذن الله بيبقى في حاله غريبه بقى، انت بتبقي صايمه وبيتهيألك ان انت هتاكلي الدنيا في الفطار، تمام. وبتبقي حاسه انك جعانه قبل الفطار على طول. ده حقيقي. وتعملي، ونتيجه الاحساس ده ممكن تعملي كميات اكل واصناف بالاحساس الجوع اللي عندك. ده لكن حقيقي. الحقيقه لما تيجي تاكلي بقى بتلاقي نفسك بتاكلي كميات قليله، اقل كمان من الكميات اللي بتاكليها ايام الغداء العادي. فهل ده يعني ده طبيعي؟ وساعات الواحد كمان يحس بالشبع لكن يكمل اكل، انا لازم اكل طبقي، انا بفطر بقى لازم هفتان، لا لازم اكل، ولا خلاص انا شبعت فاقف عند الشبع واكمل مثلا بعد شويه؟ ايه الاحسن؟ طيب هو تشريحيا حجم المعده، امم. يمكن المعلومه دي مش ناس كتير ما تعرفهاش، ان حجم المعده من 1 ل 2 لتر، امم. ممكن توصل معانا ل 4 لتر طبعا لو الوزن زياده قوي، يعني فوق ال 100 كده. امم. طيب تخيلي حضرتك احنا في رمضان بنبقى عاملين كل واحد لتر، اه. لتر بينزل بيه كده اول ما يأذن الاذان، كل واحد بيحط لتر على بقه فبيشرب اللتر كله. قصدك السوائل اللي السوائل، بيشربها الاول؟ اه. فحجم المعده من خلاص كده لتر اتملى. بالظبط. امم. طيب انا خدت لتر العصير ده بيبقى فيه نسبه سكريات عاليه، امم. وفي نفس الوقت انا ما شبعتش، بس حصل امتلاء للمعده، بس ما شبعتش، يعني حصل امتلاء للمعده، فانا مش قادر اكل. كميه سكريات رهيبه نزلت في المعده، كميه سكريات رهيبه نزلت على البنكرياس، وفي نفس الوقت انا ما شبعتش، فبضطر ان انا شويه ساعه ساعتين بدخل اكل تاني. لسه كميه اكل تاني. عشان كده احنا بنتخن في رمضان، يعني هو عشان بتاكلي كذا مره؟ لا، عشان احنا بناخد سوائل فيها سكريات عاليه جدا، وفي نفس الوقت طبعا باكل، فالطارئ علينا في رمضان السكريات الكتير والمشروبات الكتير، كل حاجه بالسكر، الحلويات، المشروبات، يعني السكر وخصوصا كتير. المشروبات، لان امتصاص الجسم للمشروبات للسكر عن طريق المشروبات اعلى من الاكل. والله يعني الحلويات، المشروبات بالسكر المسكره اكتر اه من الحلويات نفسها؟ بالظبط، اعلى، اه. سريعه الامتصاص. م-م. فانا بشرب لتر ماء، بشرب لتر عصير، خلاص معدتي هي حجمها من لتر ل 2 لتر، م-م. فانا بحس اني خلاص معدتي شبعت. شبعت. ساعه ساعتين لسه هاكل تاني. هاكل تاني وادخل سعرات حراريه تاني كتير، فعشان كده احنا بنزيد. طب هو المفروض المفروض ايه ان الصح احنا بقى؟ طبعا على سنه الرسول عليه الصلاه عليه الصلاة والسلام والسلام. ان احنا بنكسر على ميه وبنكسر على بلح. يعني انا ممكن اشرب كوبايتين ميه ومعاهم 3 بلحات. وانا كنت بنصح برضو حالاتي في العياده بذور الشيا، من الحاجات الجميله قوي ما ننساهاش في زحمه الصيام دي وزحمه. ايه؟ دي على اول الفطار قبل ايوه قبل الاكل يعني؟ ايوه، دي فيها نسبه اوميجا 3 عاليه جدا، والالياف فيها الفايبرز فيها دي عالي. كده ولا احنا بتتعالج بنحطها على كوبايه ميه، بندوبها في كوبايه ميه وبنشربها، مم. وبعدها بنشرب كوبايه ميه. احنا اخدنا الكوبايتين بتوعنا، ممكن ناخد الثلاث احنا كده شبعنا، احنا كده خلاص. بالظبط، وبناخد الثلاث بلحات، وبعد كده ممكن نبدا ناخد حبه سلطه، نسبه البروتين بتاعتنا. امال الاكل اللي عاملينه هناكله امتى؟ طيب هناكله هو امتى؟ هرجع لنفس النقطه ان رمضان مش شهر اكل، اه. يعني مش هو ده شهر الصيام، بس شهر حاجه متعه برضه، يعني استمتاع، ناكل يعني ناكل بس مكافاه للصايم هو يعني. بس انا طالباه بس ان احنا يبقى عقلنا حاضر واحنا بناكل، مم. يعني عقلنا حاضر، مم. لان يكون ان انا بغيب دماغي خالص، فانا هدخل كميه سكريات رهيبه وهاكل حتى لو انا حاسه ان انا في امتلاء في معدتي. يعني المشكله في السكريات، يعني مشكله بالظبط. مثلا الخشاف او الكركديه او اي حاجه بتتشرب ده في ناس بتحط محليه كمان طبعا. على يعني بتبقى عامله اللبن بالبلح بسكر. هو البلح كفايه لا هيحليه. بيحطوا سكر. فنسبه السكريات عاليه بتبقى في البلح، فيكفي البلح.